كان يا مكان في واحد الزمان كاين سلطان وما سلطان غير الله. في هذيك الليلة السلطان ما جهش النوم، جابوا له حكواتيين حكاوا له حكاية وحكايات وما جهش النوم. لبس لباس عادي وخرج يمشي في شوارع المملكة، تلاقى بثلاث رجال يحكيوا. قال لهم انتم شكون؟ قالوا له احنا غزلان الليل، طار علينا النوم رانا نحكوا. وانت شكون؟ قال لهم حتى انا غزال الليل. قالوا له احنا عندنا مواهب. وش الموهبة نتاعك؟ قال لنا الموهبة نتاعي نفهم لغة الكلاب. وانت الموهبة نتاعك؟ قالوا انا الموهبة نتاعي اني نقدر نشم ونعرف وش كاين مور الجدار. وانت الموهبة نتاعك؟ قالوا انا الموهبة نتاعي نقدر ندير حفرة في الجدار ونعاود نرجعها كما كانت. وش نديروا ذوك؟ وش رايكم نروحوا نسرقوا قصر السلطان؟ قالوا له بصح قبل ما نروحوا انت وش الموهبة نتاعك؟ وهما ماشي عارفينه باللي هو السلطان. قال لهم انا الموهبة نتاعي نشف في الريق في الحنجرة. يلا بينا. وراحوا يمشوا حتى وصلوا لقصر السلطان وسمعوا الكلاب ينبحوا. وين راه اللي يسمع اللي يفهم لغة الكلاب؟ وش راهم يقولوا هذا الكلاب؟ قال لهم هذه كلاب مجنونة، راهي تقول باللي السلطان راه معاكم. ضحكوا كملوا الطريق حتى وصلوا القصر للجدار تاع القصر. وراه اللي يشم جيبوه. وبدا يشم. قال لهم هذه غرفة الحرس. زاد شم. قال لهم هذا المطبخ. زاد شم. قال لهم هذه غرفة السلطان. حتى وصل للخزينة. قال لهم هنا كاين المال. جا اللي عنده الموهبة الثالثة ودار ثقب في الجدار وجبدوا المال وراحوا يمشوا. كي وصلوا لنص الطريق قالوا له هاك حقك. قال لهم لا ما تعطوليش حقي، أنا إنسان فقير. لو كان تعطوا لي حقي وغدوة نروح نشري الحرير ونشري رايحين يفيقوا لي ويعرفوا باللي أنا هو اللي سرقت قصر السلطان. خلوا حقي عندكم وكل مرة نجي نزوركم واعطوني منه نصيب. قالوا له ما يسالش معليش، بصح وين تسكنوا؟ احنا نسكنوا في البيت الأحمر اللي في وسط المدينة. هكذا كان الحال. السلطان كمل طريقه وراح لداره الرقد. غدوة من ذاك جاوا ليه الحراس وقالوا له يا سيدي السلطان القصر انسرق. قال لهم ما تقلقوش روحكم، تبعوني ورايح نجيب وش كل اللي سرق وش سرق. وراحوا الحراس مع السلطان للبيت الأحمر اللي موجود في وسط المدينة ودقوا على الباب. كيف فتحوا لهم شافوا السلطان اللي كان معاهم البارح بالحراس هنا نشف الريق نتاعهم. هذه هي موهبة السلطان، نشف الريق في الحنجرة.